السلام عليكم، مرحبا بكم مع زهراء ام سراج. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقه الزيتون المخلل. هذه المره غنشارك معكم هذا النوع هذا احمر، وهنا غادي نحاول نشقو بهذه الطريقه هذه. صراحه كيجي غزال كيبقى على دور العام. وهنا من بعد ما شقيتوه هانتوما كيفاش كيبان المنظر ديالو. انا البنات هنا عندي 10 الكيلو د الزيتون، عندي راس صغير د الشيفلور، 4 الحبات د اللفته، عندي 3 د الجزر، يطرو نص العصير د الليمون، ويطرو العصير د اللارنج. وهنا غادي نجيب واحد الغرف في عملت فيه 2 يطرو د الماء، وغنضيف له واحد الساشيه د الملحه، وندوبها مزيان حتى تذوب لنا ديك الملحه باش نزيدوه على الزيتون. وهنا غادي نجيب واحد البيدونه او البيدو، كل واحد شنو كيسميه، ونبدا نعمر في الزيتون ونضيف الخضر بهذه الطريقه. وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك وزر الاشتراك وباش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. هنا من بعد ما عملت الزيتون غادي نضيف الشيفلور والجزر. في الفيديو اللي فات شاركت معكم الزيتون خضر، وهذه المره قلت علاش اللي ما نشاركش معكم حتى الزيتون احمر. ودابا غادي نحاول نعمر ديك القرعه حتى تعمر لنا مزيان، او البيدو. وهنا نستمر في التعمار، نعملوا الخضر ونعملوا الزيتون، نعملوا الخضر نعملوا الزيتون حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. وهنا من بعد ما عمرت القرعه او البيدو ديالنا، هنا غادي نضيف له يطرو العصير د اللارنج. انا هنا عملت غير يطرو العصير د اللارنج، الا بغيتو تزيدوا اكثر هذاك كيبقى اختيار، يعني بحال الليمون. ما تخافوش منه، زعما ما تخافوش زعما يخسر لكم الزيتون ولا شي حاجه. وهنا غنضيف له ديك يطرو نص العصير د الليمون. وهنا من بعد ما كبيت ديك العصير د الليمون واللارنج، هنا غادي نكب ديك 2 يطرو د الماء والملحه اللي ذوبت فيه. هنا الملحه البنات ما دابتليش مزيان، وغنحاول نزيد عليه الماء باش تهبط لنا في القاع د القرعه او البيدو. وهنا غنحاول نعمر ديك البيدو حتى يعمر ويتغطى الزيتون والخضر مزيان، ونشد ديك القرعه مزيان وباش ما يدخللاش الهواء. وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك وزر الاشتراك وباش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنقول للناس اللي عندي في القناه كنقول لهم شكرا على التشجيع ديالكم، ما تبخلوش علينا بلي لايك، وجزاكم الله خيرا.